ذكريات جميلة لا تزال عالقة بأذهان أولئك الذين امتزج عرق جبينهم بتراب أرضهم فاخضرت عشبا نديا. ذكريات عن ذلك المحصول الذي يملأ المكان عطرا فواحا يضاف إلى قيمته الاستراتيجية ما بين المحاصيل الزراعية. إنه محصول الشلب أو الرز، وما لهم ذكريات حلوة عند هؤلاء الطيبين. أنا فلاح صار لي أكثر هاغاتي من 60 سنة. الزرع على ما نصفه وأتعب عليه حسب الأصول. ما يلوقني نهائيا أبدا. وحتى من كان بوقت الإنجليزي ما كنا نزرع حويزاوي ونعيمة ومورة ونقازة. هاغاتي هي جيدة تمشي للدولة هاغاتي، واللي هناك تمشي للدولة. من صرنا نزرع عنبر، ترى هذا جانا استوى، جانا مش خاب واحد أيام هاغاتي وراح. كنا نزرع عنبر، العنبر للبذور الوهبي هاغاتي، البذور يجي وهبي مولانا هاغاتي يكشف مرة واحدة. خاص احنا ذول اخويا الفلاليح الاولين. يجي يشهد الله اول ما يشيل طعاماتي. سيد حسين قال الله اول ما يشيل طعامات حج عطيه. ولأجل أن تكون وزارة الزراعة مهتمة أكثر بهذا المحصول، لذا تبنت إنشاء مركز علمي تخصصي لأبحاث الرز في قضاء المشخاب بمحافظة النجف الأشرف لتقديم خبراتها العلمية والبحثية لزارعي هذا المحصول. أسس في الهيئة العامة للبحوث الزراعية قسم خاص اسمه قسم تطوير زراعة الرز في ضمن الأقسام الموجودة في تشكيل الهيئة العامة للبحوث الزراعية. هذه المناسبة هي مناسبة خلينا نقول علمية إرشادية بحثية، لأنه توجهات وزارة الزراعة مثل ما تعرفون توجهاتها هي بحثية وإرشادية وخدمية. تبنى قسم تطوير زراعة الرز والعاملين في محطة أبحاث الرز في المشخاب سنويا تنفيذ خطة بحثية محكمة تشتمل على عدة محاور. المحور الأول وهو محور تطبيق تقنيات زراعة الرز من حيث تنفيذ التجارب المتعلقة بمستويات التسميد وكميات البذور ومواعيد الزراعة. والمحور الثاني وهو محور التربية والتحسين الذي يتعلق تطبيق طرق التربية المختلفة من تهجين ما بين الأصناف المحلية والأصناف المستقدمة من الخارج، وكذلك إدخال تراكيب وراثية وزراعتها ضمن البيئة العراقية وبيان مدى أقلمتها للظروف العراقية ومن ثم اعتمادها كأصناف. لذلك هذه المحطة هي دورها في إنتاج أصناف جديدة، أصناف تتحمل البيئة العراقية، أصناف واعدة، أصناف تستطيع أن تعطيك إنتاجية عالية على الدونم. لذلك أنا أعتقد هذه المحطة هي عين علمية، عين مراقبة وتقييم للأصناف الرز المختلفة. تحسين زراعة الرز ومساعدة الفلاحين والمزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الوعي العلمي لهذا المحصول هو ما تقوم به محطة أبحاث الرز في صميم عملها اليومي. احنا الجهة الوحيدة في العراق اللي تحافظ على إنتاج بذور الأساس بالنسبة لأصناف الرز المعتمدة فقط. لولا هذا النوع من الزراعة وهذا النوع من الإنتاج كل أصناف الرز المعتمدة اللي تزرع بالعراق تعاني من التدهور. هذه التهجينات كانت تهجينات تبادلية، الهدف منها هو زيادة إنتاج صنف العنبر 33 لأنه صنف قليل الإنتاجية وذو مواصفات حقلية ضعيفة كالاضطجاع. طبعا تم إجراء عدة تهجينات، من ضمنها تهجين إجري عام 2010 وزرع للموسم 2011، والآن احنا بمرحلة الجيل الثالث للموسم 2012. للمحطة دور كبير في نشر التقنيات الزراعية عند المزارعين. هناك علاقة وثيقة بين المزارع وبين محطة أبحاث الرز في المشخاب، حيث يحتاج الفلاح هذه العلاقة لغرض تطوير زراعة الرز في حقوله. هناك أصناف حديثة وواعدة ذات إنتاجية عالية ممكن أن تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف التي يعاني منها المزارع. ولهذا فإن ما تقوم به محطة أبحاث الرز من خدمات تقوي بطبيعة الحال وشائج العلاقة ما بين المزارعين ومنتسبي المحطة.
أنا بالبزر زيادة يعني بالدونة، بينما كان بالعنبر مولانا يسوي نص صغار عندنا يعني، والله يسوي 5 وزنات 4 وزنات لكن عندنا نص صغار 12 وزنه، سوى عندنا حتى 13 وزنه، بينما هذا هسه سبب خدامه اكثر. نعم اي خدامه اكثر بلي هغاتي، والبذور يعني جيد. ها اخويا احنا شلنا البذر من حلانا ترى يجيبوا لنا بذر، لكن البذر مخلوط بحويزاويه ونعيمه ودنانه، نظل نبحث به ما يخلص. قمنا نبذر من عندنا، ننظف مكان ونحرزه عندها لنا مولانا غاتي ونبذر من عندنا. اولا شغله الادغال تكون قليله، نسبه الشوائب بالنسبه للحويزاويه هذا الخلوط العنبر يعني صدفه تلقي لك 99% نقاوه البذور. ولكن هذا لا يعني عدم وجود مشاكل تواجه القطاع الزراعي، إلا أن مبادرة الفلاحين بفتح أبواب حقولهم لمحطة أبحاث الرز لتنفيذ أبحاثهم العلمية يدل على عمق التواصل ما بين الطرفين. المشكلة تكمن قلة الدعم للفلاح، أو إعطاء مثلا تسهيل الأمور، الماليات، وسائل، إعطاء مساحات. أجي الفلاح أنا أقدر الآن أطور الزراعة، بينما الفلاح تحتاج قد مساحة الزراعة. تعال هاي آليات وإمكانيات وبذور وتطوير، فإحنا هاي اللي نشجع الزراعة بالدرجة الأولى. نحن مستعدين للتعاون مع محطة أبحاث الرز لتجارب الأصناف الجديدة في الحقول التابعة لنا لغرض دراستها على واقع الحقل الحقيقي وعلى طبيعة الفلاح العراقي الذي في استخدام هذه المحاصيل. يذكر أن التربة العراقية هي الأفضل من بين الأراضي الشلبية في العالم، ويبقى الرز العراقي هو الأفضل عطرا ومحتوى غذائي. لبرنامج صباح الخير يا عراق، عبد المنعم الأسدي، النجف الأشرف.